معانا هنا يا حبايبي السمك بتاعنا، السمك المجمد ده اسمه شخوره. انا جبته وفتحت بطنه كده. انا بالعاده السمك المشوي ما بفتحش بطنه، بس الشخوره والبلاميطه والحاجات دي بحب افتح بطنها واعمل لها حشوه كده. معانا هنا بصلايه مقطعينها كده، مش فارمينها، مقطعينها بايدينا كده ناعم بالسكينه كده، منعمينها اهي زي ما انتم شايفين. ومعانا بصلايه طماطميه برده مقطعه كده، ومعانا كزبره، ومعانا كمون، دي التوابل بتاعتنا، وتوم، ومعانا هنا بقدونس وكزبره خضراء وعودين نعناع. الورق بتاع النعناع ده بيدي في السمك المشوي تتبيله بتاعته بتبقى روعه بصراحه، جربوها هيعجبكم جدا. هناخد كل الحاجات دي كلها على بعضها كده يا حبايبي، التوابل بتاعتنا مع البصل والطماطم ده كله مع بعضه. نحط رشه ملح حلوه كده، ونحط الخضره الحلوه الجميله بتاعتنا دي كده. حابه بقى تزودي شطه حراقه بتاع براحتك. انا حاطه توم، التوم اللي عندي انا بحب اخزنه كده معاه شطه خضراء مفرومه حراقه، حطيت منه حته من التوم البارد اللي هو ده. بعمل برطمان عندي بارد كده، وبرضه بعمل برطمان حامي لما بعوز من ده باخد، ولما بعوز من ده باخد. انا خدت حته من ده وحته من ده عشان ما يبقاش حامي قوي بالشكل ده. نقلب التتبيله بتاعتنا كده مع بعضيها. الريحه بقى بتبقى جميله جدا، والطعم بقى بتاع السمك بتاعك. حتى لو هتعملي سمك بلطي او اي نوع سمك، اعتمدي الحاجه اللي انا قلت لك عليها دي. لو حابه تحشيه هيخلي لك ريحه السمك وطعمه حكايه. لما ينشوي ريحه التتبيله دي هتطلع مع الشوي، هتخليه لك روعه جدا. هناخد بقى بطن السمكه كده ونحشي ونكبسها كويس كده عشان الحشوه ما تطلعش لبره. ونحط هنا معانا الرده اللي هي النخاله. هخلص يا حبايبي كل الكميه بالشكل ده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بعد ما حشينا السمك بتاعنا حطيناه في الرده او النخاله زي ما انتم شايفين كده، وحطيناه في الفرن بتاعنا. اهم حاجه الفرن بتاعك يكون سخن الاول كويس جدا. ليه وانت بتشوي السمك؟ عشان لو حطيتي والفرن بتاعك مش سخن السمك هيلزق منك. فلازم الفرن بتاعك يكون سخن الاول كويس جدا، وبعدين تعلي بقى عليه كده. اول ما يقرب بقى يستوي بتهدي عليه النار، بتقلبيه على الجنب ده والجنب ده، وبتطلعيه بتكوني مجهزه التتبيله بتاعتك. خليكم معايا لاخر الفيديو، هنعمل احلى تتبيله سمك مشوي مع بعض ان شاء الله. ادي السمك بتاعنا اهو يا حبايبي، بعد ما طلعناه من التتبيله زي ما انتم شايفين كده تحفه جدا. السمك ده على فكره مش رخيص، السمك ده ب 40 جنيه. السمك ده عشان الناس بتفضله دلوقتي عشان هو سمك بحر. حتى لو مجمد هو بيبقى صحي برضو عن البلطي، لان البلطي احيانا بيبقى مزارع وكده. انا عملته مشوي اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين، وعملت منه كمان مقلي اهو. هو بينفع مقلي وبينفع مشوي، بيبقى جميل في الحالتين. انا عندي ابني ما بيحبش المشوي فعملت له المقلي اهو. وعملت معاكم يا حبايبي البدنجان اللي هو اللي كنت شفتوه في الفرن معاكم وانا بشوي السمك. البدنجانيه بابا غنوج زي ما انتم شايفين كده تحفه. وكمان بنقدم معاه سلطه خضراء، وده مخلل الزيتون يا حبايبي اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده. اللي حابب يشوف طريقه مخلل الزيتون يكتب في البحث في اليوتيوب مخلل الزيتون مطبخ العائله مع ام احمد، هتخلي له احلى زيتون ان شاء الله. كمان يا حبايبي عملنا معاه سلطه بطاطس مهروسه بالشكل ده بالخضره والكزبره والكمون كده زي ما انتم شايفين. وكمان هنا يا حبايبي عملنا رز معاه. حابه تعملي رز سمك، حابه تعملي رز ابيض زي ما يعجبك. ادي الغدا بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. يا رب يكون عجبكم، ويا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الطريقه بتاعتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من ام احمد.